هو انا ليه كل ما بزعل القولون بيقلب عليا؟ وليه اول ما اشيل هم الامتحان او الشغل الاقي نفسي في الحمام؟ هو انا اللي بجيب التعب لنفسي؟ الارتباط ما بين المخ والامعاء مش مجرد كلام تنميه بشريه، ده علم حقيقي وتواصل عصبي لحظي. النهارده هنفهم ليه حالتك النفسيه هي المفتاح اللي بيفتح او يقفل باب الالتهاب، وهنتعلم ازاي نكسر الدايره دي. مش كل الم في البطن مجرد قولون. التهاب الامعاء المناعي مرض مزمن لكنه مش خارج السيطره. في سلك واصل ما بين مخك وامعائك اسمه العصب الحائر. الامعاء فيها ملايين الخلايا العصبيه لدرجه ان العلماء بيسموها ده المخ التاني. لما تتوتر مخك بيبعت اشارات فوريه للامعاء انها يحصل لها تشنج او تفرز مواد بتزود الالتهاب. الاسترس مش هو سبب الاي بي دي، بس هو البنزين، هو اللي بيخليه يولع. المشكله ان مريض الاي بي دي بيتحبس في دايره مغلقه، يجي له وجع في بطنه، يقلق ويخاف لا يجي له نكسه. القلق ده بيزود الوجع اكتر، الوجع بيزود التوتر، وهكذا بيخش في دايره ما بتخلص. احنا دورنا النهارده اننا نقطع السلسله دي من النص عشان ندي فرصه للدواء انه يشتغل في بيئه هاديه. ازاي نتعامل مع الاسترس؟ انا مش هقول لك ما تزعلش لان ده تقريبا مستحيل، بس هقول لك ازاي تتعامل مع الزعل. اول حاجه التنفس العميق، ده بيطفي اشاره الخطر في جهازك العصبي. ناخد شهيق وزفير، شهيق وزفير بعمق. 2 الرياضه الخفيفه زي المشي، بتخرج الطاقه السلبيه وبتحسن حركه الامعاء. النوم المنتظم، ده الوقت اللي جسمك بيصلح فيه نفسه. التعلق بهوايه يدويه، ده بيطلع مواد العصبيه وبيخلي ايدك تشتغل في حاجه وتركز فيها. مجموعات الدعم، لما تعرف ان في الاف غيرك بيمروا بنفس الرحله الحمل بيخف من على كتافك. هل ممكن احتاج دكتور نفسي؟ الاجابه وليه لا. لو القلق مسيطر على حياتك لدرجه انك مش قادر تخرج او تنام، استشاره دكتور نفسي مش عيب. في ادويه بسيطه بتهدي الاعصاب وبتحسن جدا استجابه الامعاء للعلاج المناعي. الصحه النفسيه جزء لا يتجزأ من روشته الجهاز الهضمي. الاي بي دي مش عقاب ولا هو نهايه العالم، هو تحدي بيخليك اقوى واكتر وعي بجسمك. لما تتقبل ان المرض موجود بس انت اقوى منه، نص المعركه بيخلص لصالحك. بطل تحارب جسمك وتعلم تصاحبه. افتكر دايما ان الاي بي دي مش بس تحاليل واشعه ودواء بنبلعه. الاي بي دي هو اسلوب حياه كامل. عقلك الهادي والنقي هو اول خط دفاع لجسمك، وهو المفتاح الحقيقي عشان الدواء يشتغل صح وتوصل لبر الامان. في مدرسه التهاب الامعاء المناعيه انت اللي بتسوق حياتك مش المرض. لو استفدت من حصه النهارده اشترك معانا وشاركها مع غيرك. زكاة العلم تبليغه، ودمتم بصحه وهدوء بال.